معاشر المسلمين، انظروا إلى أحوال الناس في الماضي. لقد كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين يستقبلون شهر رمضان فرحا بمقدمه واستبشارا بوصوله من قبله ب6 أشهر، وهم في فرح وسرور بمقدم شهر رمضان. فما بالنا نحن في هذه الأيام؟ رمضان شهره قرب، كم ترى من حديث الناس بالفرح والاستقبال لشهر رمضان. ربما لا تجد الواحد منا يذكر شهر رمضان بالفرح والاستقبال والاستبشار، وإنما يذكر أمورا مادية وأحوالا شخصية يحصل الغفلة فيه من التزود من العبادات. تجد الواحد إن قيل له هذا الشهر شهر يحرص فيه على الصيام يقول رمضان سيأتي وسنصومه كله، وساروا في غفلة، ساروا في غفلة. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بتنبيه، وهو أيضا دعوة منه للمسلمين أن يحرصوا على البعد عن الغفلة في هذا الشهر وهو شهر شعبان.